دايما دكاترة التغذية بتتكلم عن الأكل اللي بيتخن والأكل اللي بيضر الصحة، بس قليل اللي هيكلمك عن الأكل اللي بيخسس والأكل اللي ليه تأثير حراري على الجسم وبيحرق طاقة وكأنك عملت رياضة ومجهود. ايه بقى الأكل اللي بيخسس وبيزود الحرق في الجسم؟ في حاجة اسمها thermic effect of food، التأثير الحراري لأكل معين. في أكل بيعمل تأثير حراري، يعني بيكونسيوم energy، بيستهلك طاقة علشان يتهضم، بيستهلك طاقة عشان يتكسر النيوترينز، بيستهلك طاقة علشان يمتص، وبيستهلك طاقة علشان يتنقل ويتوزع على الجسم. فبالتالي كأنك عملت مجهود وكأنك لعبت رياضة وبيحرق كالوريز كتير في الجسم. ايه الأكل ده؟ وهل فعلا هو تأثيره قوي للدرجة اللي هو يخليني أكله وأخس؟ جدا. اول حاجة ومش هتصدق لما تسمعها وهو البروتين. البروتين اكتر اكل ليه ثيرميك افكت، اكتر اكل بيخسس. البروتين اللي اقصده اللي هو البروتين الحيواني، اللي هو البيض واللحمة والملك ومنتجات الالبان. كل ده هو البروتين الحيواني اللي فعلا بيخسس وبيستهلك طاقة علشان يتكسر، عشان تكسيره للنيوترينتس بيكون صعب، وبيكونسيوم انرجي علشان يمتص وعشان يترانسبورت يتنقل للجسم. تاني حاجة هو الفايبرز فيجيتابلز او الخضار اللي مليان فايبرز، واشهرهم طبعا هو البروكلي والسبانخ. عشان كده بنزودهم في الدايت وبنقول قد ايه اهميته وقد ايه هو ما بيتخنش، بالعكس هو بيزود الحرق وبيعلي الميتابوليك ريت، معدل التمثيل الغذائي، وبيزود حرق الكالوريز في الجسم. تالت حاجة وهو الهول جرينز او الحبوب الكاملة، زي الشوفان طبعا، وزي البراون رايس او الرز البني والكينوا. كل دي حاجات من الفايبرز او الهول جرينز اللي فيها فايبر، اللي بتزود التمثيل الغذائي وبتزود الحرق وليها ثيرميك افكت وتأثيرها قوي. واخر حاجة وهي طبعا مشهورة جدا ومعروفة ان هي بتسخن الجسم وبتزود حرارته وبتستهلك طاقة، هو السبايسي فود، الشطة والفلفل. عشان كده الهنود مشهورين بيها وفعلا هم بيخسوا. بس هل ناخدهم بكمية كبيرة علشان اخس؟ لا طبعا، لانهم ليهم نيجاتيف افكت على الدايجستيف سيستم او على الجهاز الهضمي، يعملوا قرح ومشاكل في القولون ومشاكل في حاجات كتير. فبالتالي ما ينفعش اكل شطه واكل فلفل واقول علشان هي بتزود الحرق او بتخسس، لكن استهلكها بس بكميات صغيره وعلى فترات، مش دايما. هو ده الاكل اللي فعلا ليه ثيرميك افكت او بيخسس وبيزود عمليه التمثيل الغذائي وبيزود الحرق وبيحرق كالوريز، وكأنك فعلا لعبت رياضة. يا رب اكون فدتكم. شكرا.